الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كابتن حتى تحتي زلا أضحية أبكالي عدي نخحردو لين تدا وكيل يوم مو كابس أقري كومدماني كابس أفري كي سدد كودس أنح كساب معاسيو بتا أنا دسوقد كو صلاة العدي ولا كساب تاتحرد كتسأنح لني زبل حتى له. طبعا إذا قدايزي علماء عبيت علماء تزاري بملو أتي مرتع طبعا حديث رواية مسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. انت دا أحد خبخاتكم كحرد دليل له قينو كساب أضحياناتو زحرد تنعسرت معلت مالتيو إذا دخلت العشر فلا يمس من شعره كابت أقرو كاب كفل أكالاتو صفر يكون ولا تصغرو من باب أولى بزيادة وين ولا خب جحموين كسدد يقولون إذن أتي وكيل كايز اللخا كساب زحاردا كتصبيدي دلكا نزبل نعم يبلو علماء مخنياتو ولا إمام النووين رحمة الله عليه انتايبلو المعتبر وقت الذبح الفعلي إتا نياجير كايز اللخا كتحرد نسا كساب تحرد كساب أيام التشريق كتصبي زلكا يبلو. ولذلك ابن قدامة وين انتايبلو يستمر الامتناع حتى يذبح عنه كساب التوكيل كايز اللخا زحردلكا كتصبي خازلكا لأنه إنما منع لأجل الأضحيات تخلك الكايز نبركا كونس نتا أضحيائي سلازي كساب كتحتت علىك حريدكم ما ديكم تبلوم نعم حريدنا إنا مسبولخا شعوخا خبت أقرخا كتحزر كتصفرخا تسدد تخيل مالتيو. إذن علماء ولا لجنة الدائمة وين نيدار الإفتاء انتايلهم لا يجوز أخذ شيء من الشعر أو الظفر قبل أن تذبح الأضحية بالفعل بتكبر أتا أضحية نياجر كازلها قدمك تحرد علوها لا بمجرد دخول الوقت أو التوكيل. ويدماني وقت أخيلي ويدما أنا وكيل يومي إلكا بقو زأكل يكونن نيجدن تحريدا دي تحردتن قدم كترياقز أهلكا بتحريخا كاب صفرها سدد زلكا يبلو. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كابتن حتى تحتي تازله الأعمال الفاضلة في أيام العشر الأول تي صبو تكبارات تقالات إفنا نسرحو زلنا أبزن عسرت معلتات كابتي أعمال انتيالو زبل حتلو. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بحديث الصحيح انتايلهم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام لهم زخون عمل صالح أبزن معلتات زيئة بزن عسرت مجمر يعني ذو الحجاز اللواد سراح نسيء تزبلت إلهم حتى صحابة قريمهم ولا الجهاد في سبيل الله لهم ولا خب جهاد في سبيل الله نسني بلسة إلهم ويابو تسرح عمل نسيء دبلت إلهم مسحاتته ولا الجهاد في سبيل الله لهم ولا خب جهاد في سبيل الله وين أبزن معلتات زيئات تسرحن عمل أي عمل خير نسيء بلت إلا إلهم النبي انترفي رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. لكن الجهاد في سبيل الله بنفس بجنزب كيدو كل شهيد كوينو نبرتونا بدت أنت دا أخوينو جن زي تدبلت وإلا تزبلت السرح ولا خب جهاد في سبيل الله وين أبزن معلتات زيئة تسرح لهم مالتيو. إذن انتهى له تدبلت أنت دايلنا كل أعمال الخير كم دماني ذكر الله عز وجل يبلو علماء مخنياتو أبتا سورة الحج مبل عسران شمنتن آياز الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات تبلد الله أيام معلومات زيئة أيام العشرين. ولذلك سيدنا أبي هريرة وابن عمر عبد الله بن عمر زيئتهم نابتشو كبابي يخدموني تكبير يقبرون يروم حجت دي تفتوي أبزن معلتات زيئة كساب أيام التشريق سالساي عيد
ناي عيد عرفة زلو كابتا أول ذو الحجة جميركا كابتي أعمال سناي قبرتها تكبير تهليل تحميد الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد زبل تكبيرة أبزن عسرت معلتات تبزح مالتيو كومو دماني صيام يوم عرفة تتاشعيت معلتي كتصوم إذا تزبلت أيو بخل وين تصوم كاينوين عمل صالح سلازخونه زبلت أيو يبلو علماء مالتيهم أب حديث النبي صلى الله عليه وسلم جن تا تاشعيتي متصام جن لكلت عمل ذنبخا يغفر الكامالتيو كومو وين ولا سنن الرواتب ولا صلاة الوتر ولا وين قراءة القرآن كابتي أبكالي جزيت تسرحو سناي قبرتات أبزن معلتات زياتن تزبلت أي ولا صدقة وين صدقة أبكالي أوان توصون أبزن معلتات زياتن توصون تزبلت أي أبزن معلتات زياتن يو مالتيو والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كابتن حتى تحت تازله ما هو يوم التروية؟ يوم التروية زبهل انتايو نمنتاي خبو وتسميو نزبل يوم التروية طبعا تاش هامنيتي معلتي نيذو الحجة زلا كابتن أيام مباركة أول أيام الحج توم حجاج كلاتهم كاكتززلو وبوتا لبيك اللهم حجي لهم زبقوسولو معلتي يوم الثامن إذا يوم التروية تبهال مالتي. طبعا نمنتا يوم التروية تباهيلو قدم ماي بزح سلزيره وزنبرو ني أمينا زوعلولو كومو دماني أب عرفة زوعلولو ماي حيزوم يخدو نيروم يوم التروية يبلو نيروم مالتيهم ماي سمعات نخير كبيلهم بخبؤو حيزومولو زخدو بؤو يوم التروية تباهيلو مالتي. يوم التروية زيا يحرم الحج بالحج من مكانه إن كان متمتعا متمتع انت أخوينو عمره غيرو وديو سلز نبره كابتا زلوا بوتا لبيك حج نيلو نامينا يخيد كومو دماني اتهم مقارن ومفرد نبرون كلاتهم نامينا يخدو أمينا يوعلو زهري عصر مغرب العشاء فجر بدي جمع قصر انداغورو يسجدو أمينا زحدرلو أبو حديرم دما نقهو فجري يوم التاسع نعرفها يخدو مالتيهم. إذن زي يوم التروية بهال يوم الثامن من ذو الحجة مالتي. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كابتن حتى تحتي تزلا أنواع النسك في الحج تن أجباب عينت ني حج تنسلستي انتاين زبل حتولو. طبعا أنواع النسك أجباب ني حج سلست عينت هلنا أن يحرم بالحج فقط حج رحيلو تدا أخيدو أبتا إحرام كجبر كلوين لبيك حجا تدا أيلو إزي مفرد بهال مالتيو إفراد بهال لا يعتمر قبل الحج ولا معه قدمي يكون ولا بدحر حج وين عمره يقبرني مالتيو دي قبر لا طرح حج طرح زقبر ازي مفرد بهال مالتيو. لبيك حجا انت دايلو دماني جميرو كساب رمي الجمرة العقبة كساب يوم العيد ما تحلو لا يقبرني مس إحرامي يتصنح مالتيو. أما القيران أن يحرم بالحج والعمرة معا حجن عمران بحسب قارينو لبيك عمرة وحجة انت رأيلو ازي دماني حجن عمران بحسب نيا غيرولو ازي وين كساب رمي الجمرة العقبة كاب إحرامه أي فتحنيو أعمالنا تتسرح كله دماني كم تناي مفرد تسرح لكن زيادة انت يالو عمران حاجين يلو نياس لزقبره دحراي هادي يحرد دماني كحرد يقبؤي مالتيو ويبقع ويدماني سبع بقرة شوعيت أفكامناي بعراي دماني يصدق مالتيو هادي اللي هو مالتيو. كومو دماني سالساي التمتع بهال قداماي إفراد كالاي قيران سالساي دماني تمتع دماني أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويؤديها ثم يتحلل.
أبتي أشهر الحج أبتي ناجزين يا حج عمره بملؤ يقبر موني دحرا يتحلل إحرامه فتحه يوم التروية شامناي معلت مسكونة دماني لبيك اللهم حج بل إزي عمران حاجن كلتي سلازم مالي عليه هادي وين كحردي مالتيو. نعم. طبعا عيناي كيبلز نزبل أب مذاهب أب عند الأحناف قيران لبيك اللهم حج عمرة وحج انت دايلك إزياتا زبلزت يبلو ناي رسولكم أسلز نبرت يبلو مغنياتو رسول عليه الصلاة والسلام هادي حيزوم سلز مزو هادي حيزو دمز أدباني قيران يزو يقبر مالتيو حجناتو إذن إزيات بلز يبلو مالتيوم ولا مالكياون الإفراد أفضل يبلو شافعية والحنابلة دماني التمتع يبلز يبلو مالتيوم كلهم من الناتهم مرتع لهم لكن دبوزعوا معاصرين أبزق زينا بكل أدلة مسرأيو تمتع يبلز قدم عمرها كامل تود بدحري دماني يوم الثامن يوم التروية دماني لبيك اللهم حج الكادماني ناب حج تبقس إذا تا متمتع زبحال مالتي إذن أنواع النسك سلست لنا إفراد وقيران ومتمتع بحال والله أعلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كابتن حتى تحت تازلا الفرق بين العشر من ذي الحجة وعشر الأواخر من رمضان تنعسرت نايمج الرشا ناي رمضان زلوا عسرت معلتاتن تن عسرت معلتات قدامت ناي ذو الحجة زلوا انتايف اللي نزبل فضل العشر الأوائل من ذو الحجة تنعسرت معلتات ناي ذو الحجة قترن أب قتري تنزبلت من أيام الدنيا هي أيام عظيمة مباركة ولذلك ربنا عز وجل والفجر وليال عشر زبلة وليال عشر إذن عسرت لي معلتات وليتات لرب العالمين زي ما حللا نزيئة عشر ذو الحجة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام لهم تزبلت السراح دسراح كابزنا بعسرت معلتات دسراح كابون العلي يلن إلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن تنعسرت نايمج أرشا رمضان دلوا دماني زياتن ليلة القدر زركبلا زبلت ليتات دماني تن ناي ليتي ناي رمضان يعني إذن تن أبليت زلوا ناي رمضان تنعسرت نايمج أرشان سنت بلت ليلة القدر سلزلوا بمعلتين تدعمت إناجن العشر ذو الحجة زن عسرت معلتات زياتن تن دبلت مالتيو كل أعمال الخير أبزن عسرت معلتات ناي ذو الحجة زن قدامت أب اندماني سرح التكبير والتهليل والتحميد للتفتوى مالتيو كومو دماني صيام يوم عرفة تاشعيت معلتي حجاج أب عرفة وقف دلو أتي حج زي كده تاشعيت معلت تصوم دماني تكفر السنتين نايز حلفا نايد متزين زنب رب العالمين يغفر لك والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كابتن حتى تحتي تازلا صيام يوم عرفة ويدماني صيام عشر ذو الحجة كما يتي أقبابون تاي فضل ناتو زبل فضل العشر أول من ذو الحجة زن عسرت معلتات ناي ذو الحجة زياتن بالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تنزبلت معلتاتين ربنا عز وجل والفجر وليال عشر زبلة ابن عباس ومجاهد قالوا المراد بها عشر ذو الحجة له زين وليال عشر له رب العالمين محلو لن دولو زياتن تنعسرت معلتات ناي ذو الحجة تنقدامت زلوا عسرت معلتاتين يقولوا مالت يوم النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام لهم كابزن معلتات زياتن دبلت سراحات يلن أبو تسرحت زبلت إلهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال علماء عمل الصالح سلزخون صيام كله كتصومو تخيلي خاكب حدك ساب شعات تزلو طبعا يوم العاشر يوم العيد سلزخون حرامي كتصوم
لكن كاب مجمريا كساب شعت زلو كتصومو تخيلي لكن تا زيادة فضل زلواجن تا تشعيتي يوم عرفة أمالتيو. إذن قال علماء انت يبلو كل وين كتصومو تخيلي شعت معلتي لكن تانا يوم عرفة فلي زبالة أجري يزلوا حجاج أي تصومون يوم بحج زلوا أبكالي بوتا زلوا دي حججو جن صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده إلى النبي عليه الصلاة والسلام رب العالمين نايز حالفا نايز متس عامت ناكلت عامت رب العالمين يعني غفر لي ومغفرة زلو إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن اتا يوم التاسع نساءتا زبلزت مالتيو. كالي أعمال الصالحة كل عمل الخير أبكالي أوان تسرحوا صدقة ويدماني صلوات النوافل أبزن عسرت معلت زياتا تزبلز أي مالتيو. تا زيادة دماني يوم عرفة الصيام زيادة دماني بزح فضائل زلوا والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كابتن حتتات حتيتا زلا انت دقا يوم عرفة اتا صيام تتصوم الله اقات من جمعة انت دقا وعلا كتصوم يفك اديو نبينا جمعات زبل حتولو. نعم اقات مخينو يوم عرفة يوم الجمعة انت دقا خينو جائز يختصوم تخيلي خمالتي. هذا باتفاق الأئمة الأربعة. يوم الجمعة يوم الجمعة الكا يكون كان قصدا تصوم زلخا انتي داني نسيام يوم عرفة الكا سلا تصوم زلخا جائز يفقد مالتيو. تدز إلا انتايو يوم الجمعة نبينا كتصوما يوم الجمعة سلا زخوني الكا زي كل في الحديث المتفق لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما. أبزخون أوان سبب زي بلو جمعة نبينا يوم الجمعة تصوم كل ويقدميها ويبدحريها تصوم على كمالتيو. هذا بدون سبب انت داخل تصوم تداخل كمالتيو. لكن إذا وافق يوم عاشوراء دي خوينو ويدماني يوم عرفة انت داخل جن كمتي الإمام النووي زبلو فإن وافق يوم الجمعة يوما يعتاد صومه لمد خنت أمدت وملو كم يوم عرفة أو عاشوراء انت داخلينو فلا كراهية في صومه حينئذ منفردا. كراهية وين يبلون مالتهم معاصرين علماء وين كلاتهم دبوزحو ابن باز الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كتصوم تخيلي خيم دبلو كلاتهم دماني المذاهب الأربعة وين لا يكره مزبلو. إذن نعم إذا وافق صيامه عادة انت دا تصوم دليخا يوم عرفة كتصوم تخيليخا والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كابتن حتتات حتيتا زلا قدم صلاة العيد زحارد ويدماني أبت العشر الأول من ذو الحجة زي تعمو سلازو خدت عيد قدمو انت دا حاريدو قدم صلاة العيد تا أضحية كما يحكمنا تا زبلالو. طبعا باتفاق العلماء لا تجزي أمدبلو أي تأخللون يعني أضحية يتخونين يا بخنياتو حديثا لنا من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء زبلال لنا. حدثب تدأ قدم صلاة حاريدوة كمتي لمود نسقا نخبال عنبي تسوز حردو تزي كوينو أضحياء يتحسبوا اللون يا زبلالو. كومو دماني إن الذبح قبل صلاة العيد لا يعتبر أضحية شرعية أمزول كلهم علماء مالتهم. ولذلك إمام مالك لا تجزي الأضحية قبل صلاة العيد إلا إن كانت في مكان لا تقام فيه الصلاة. أبتزل خيبوتا صلاة العيد ديس قدون تدأ خوينو صحاي مسبرقت قرب رفض مسبله وقت ناي صلاة العيد ناي صلاة ناي خطبان رئيخا كندو زأكل جزيه مسوسدكا تحردان تدأ
صلاة العيد يسجد خوينو اتي زلخاي بوتا مالتيو كم وين أحناف وين كم يوم دبلو كذلك قالوا بعدم الإجزاء أي تأخلل كان يعني أضحية دبلو لمن ذبح قبل صلاة العيد قدم صلاة العيد زحارده أضحية يتحسبوا لنيا الكسائي زبهال ويبدايع الصنايع ناي أحناف كتاب عابي له ذبح الأضحية قبل وقتها لا يجوز بالإجماع بلو بإجماع تا أضحية أخلتي تخونوا لنيا يبلو إلا بوتا زلخايو صلاة العيد دي سجودو تدأ خوينو وقت رئيخا رفد مسبلة تحرد أمبر تا قدمي صلاة العيد ويبحنت معالتي ويدماني صلاة كي تسجد خلو تدأ حريد كان أضحية أي تبقعنيا يبلو والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كابتن حتى تحاتي تازلا قال ربي كل الذهبو نقلت سلسته سدرا بيتو بيتسوز له نقولاتهم أضحية حرودي لون تدأ جنزب لي كلهم نسوم تدأ حريدهم نعوخاني يأخلو اللوديو تني أضحية زبل حتى له لا أي أخلو اللونيو مخنياتو دفع المال جنزبت راح هيبكا بؤو أي أخلل كانيو ويدماني جنزب هيبكا انت دقا وكيل كايو قين كابيناتي غير كحرد اللي تيلكايو نعم أما نخالقوت حرودو نعخاتكم يلكايوم تا ناتكا بقى أي تأخلل كانيا مالتيو. طبعا الأضحية عبادة مالية بدنية يو بجنزبكا كوم دماني بأكالكا تفتصمو قدايو مالتيو فصلي لربك وانحر لهم إلنا ربنا عز وجل كم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من وجد ساعة كئلت ويدما ربي ساعة المال ذهبه فلم يضاحي فلا يقربن مسلانا زبلوه كراها شديد ويدماني كي حارد كخترف كابتي تسألو زخوني يمالتيو إذن انت دعا وكيلكا خوينكا بشمي ناتي أحردو ليكم دحراي دما وزعوات إلكا نعهم تقاملات إلكا تسقم يبلون ناتكا أبو يأتوالو لكن هيبكا يوم حرودو إلكا نعوم اتناتكا أضحية أي أخلال كانيو ناتكاوين كتحرد لك والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كابتن حتى تحتي تازلا أضحية كحرد إلو تداليون كله أبتن عسرت محالتات قدامت نيزو الحجة بمرسع كابت صفرو ويكابت أقرو انت دعا سديدو انت يالو ويفيديا قال اللو وديو زبل حتى له طبعا لا إثم عليه ذنب يبلون ولا فدياوين يبلون إذا كان ناسيا تدعى بمرسع كوينو أو جاهلا بالحكم ولا وين تدعى زي فلت كوينو وهذا هو قول جمهور العلماء كابتن فتاوى المعاصرين زهوين لا إثم عليه ولا فديا يمزبلو مالتيو إذي كاب حديث كابي للتوسد مهنيات النبي عليه الصلاة والسلام تازبولوا بزعباني صفري مسداد كوم دماني كابت أقرها إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا أب قربته زلو يعني كابت صفر يكون ويدماني أقرو أيسدد كساب أضحيا زحرد تدأني اللو خوينو إلهم سلزي نسيان بمرسع تدأ خوينو ولا حنت تسأقم يقولون حتى وين ندافلت أو تدأ سديدو يكرهم دبلو كراها اللو تأضحياناتو قل صحيحة أي تبطلن يا تأضحيا ولذلك النووي رحمة الله عليها المراد بالنهي نهي كراهة التنزيه وليس تحريما زنبقير كا وين عيبهالني لكن سنة قديف اللو مالتيو إذن انت دآخب بمرسع كوينو لا شيء عليه والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كابتن حتى تحتي تازلا أفضل العبادة يوم عرفة لغير الحج أب حج زي وعليه تازبل تسرح أبتا معلت عرفة تسرح زي انتهت عبادة زبل تزبل حتى له. طبعا فضل عبادة يوم عرفة لغير الحج
انتهى انت دا تباهيلو تا عبادة تقندي صياميا باتفاق جمهور أهل العلم. مهنياته حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي قتادة رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده له. إذن ናይ ክልተ ዓመት ዘንብኻ ናይ ዝሓለፈት ናይ ድመፅን غፈረልካ ስለ ዝኾነ ኣብ يوم عرفة እታ ዝበለፀት صيام እያ። ولذلك إمام النووي رحمة الله عليه صيام يوم عرفة مستحب فتو ዝኾነ እዩ لغير الحاج بإجماع العلماء እታ ዝተፈተወት صيام እያ ይብሉ ማለት እዮም። يستحب صوم يوم عرفة لما فيه من الفضل الوارد إلا للحاج دمان يبلو أب الحنبلي مالتهم. إذن تازبلت عبادة أنت دا تباهيلو صيامي، ولذلك انت يبلو علماء أفضل عبادة في يوم عرفة لغير الحج الصيام، وهو أفضل من الذكر كاب كله خاب ذكرهن حتى خاب قراءة القرآن وين تمع التتياء انت يتبلت دا تباهيلوس صيامي يقولوا في الله شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بشرح الممتع زبلها لهم أفضل من الذكر وقراءة القرآن فيه بلو. ولذلك تزبلت عبادة يوم عرفة صيامها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كابتن حتى تحاتي تازلا إذا وافق عيد الأضحى أو عيد الفطر يوم الجمعة تا عيد معلتي مس معلتي جمعة بحد انت لاقت إيمانسي، فهل تجب صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة حكم ناتا خمي وزبل حتى له. طبعا زي مسألة زي علماء قدمهم تزاربوا له أقوال المذاهب الأربعة دلوا تفسيرا لنا حديث على رسول عليه الصلاة والسلام نع أخذ كرو كله هل تسقط الجمعة عمن صلى العيد؟ صلاة العيد سجدس جمعة كلها يأخلو اللوديو زبل يعني علماء قالوا، لكن المذاهب الأربعة الحنفية لا تسقط الجمعة يمدبله، وتجب على الجميع كالمعتاد كم تلومد صلاة الجمعة صلاة العيد تسجد كم دماني صلاة الجمعة تسجد يبلو. لا يسقط العيد صلاة الجمعة يمدبله ولا صلاة الظهر، ولا ظهر تسجد كون أخو لا يكونن، ولا يسقط فرد بفرد تي فردي أتا جمعة تي أخماني فردي أمزرئوا واجب يمزرئوا مالتهم. كمون المالكية الجمعة لا تسقط إلهم وتسلى كالمعتاد كم تلو مدخوني يسجد لهم، ومن لم يحضرها لكن تدعى جمعة تدعى زي كيدو يسلي الظهر زهري يسجد يبلو مالتهم. إمام الشافعي ما صلاة الجمعة لا تسقط مطلقا لهم أبدا، صلاة الجمعة أي تترفنيا ويجب حضورها يبلو. ولذلك النووي روضة الطالبين دبلالو شرحناتهم أبو انت يبلو لا أثر لموافقة العيد للجمعة فلا تسقط الجمعة بحال. لا تسقط الجمعة، جمعة هيترفنيا يبلو أبو حنابلة، لكن انت يزبلالو إذا اجتمع العيد والجمعة فمن صلى العيد تسقط عنه الجمعة ويخير لهم. تا جمعة مستاني عيد تأخلوا لي أزبل ابني حنابلة قال له، لكن صلاة الجمعة كهلوا له صلاة العيد يسجدون صلاة الجمعة سجد سلزلوا كم دماني اتي عيد سجدون صلاة الظهر نايقدن كسجد له. سلزي جمهور أهل العلم لا تسقط صلاة العيد سجدوا صلاة الجمعة دمانك سجد له يقولوا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كابتن حتى تحتي تازلا اتا بسورة التكوير ربنا عز وجل إنه لقول رسول كريم زبلو. من هو الرسول الكريم؟ رسول الكريم تباهيلهم أبزي أتذكرهم زلو من يوم زبل حتى. أولا في هذه الآية يخبر الله تعالى عن عظمة القرآن. أبزي آية ربنا عز وجل عبيت كبرت نيز قرآن زي ورفعة من بلغه اتي نعؤون زي قرآن زي وندبز احزلو عبي
بوتا خمزلو اتي كاب رب سبحانه وتعالى ناب رسول دبز احزلو نعويات ملكت فيقول إن هذا القرآن لكلام بلغه رسول كريم. ازي قال ازي كلام ربنا عز وجل بلغه رسول كريم، رسول كريم زخوني ربنا عز وجل وصفه بالكرم نسو دبصح زلو إلو قليزوهم. إذا الرسول الكريم علماء كلته تفسير هبهم تنكلتين تفسيرون صحيحين يقولوا القول الأول جبريل عليه السلام يلهم، وهو قول جمهور المفسرين تمد وزعوا مفسرين إنه لقول رسول كريم أي كاب رب سبحانه وتعالى تقبلوا دبتصح زلو جبريل إلهم، أي أن هذا القرآن هو مما نزل به جبريل ناب رسول دبتصح لهم زلو وصفه الله ربنا عز وجل ما كريم يلو قليزهم نسينا جبريل لعظمه ومكانته نتي عبيتون رب العالمين بوتا زهابون تقيسوا مالتي. إذن يعني جبريل عليه السلام كمتي أب سورة الشعراء زلو نزل به الروح الأمين تبلدلو ابن كثير تذكروا مالتهم. إمام الطبرسي إذا نزل به الروح الأمين تبلدلا أب سورة الشعراء هو جبريل سماه رسولا لأنه بلغ كلام الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ناب رسول سلده بتزحزلو رسول إلو ربي سميوم نجبريل إبلو مالتهم. بزيادة دماني نعاء تقلس أدما ذهب سورة التكوير زلا ذي قوة عند ذي العرش مكين تبل دماني، وكلها أوصاف تنطبق على جبريل عليه السلام يبلو مالتهم. كلا يقول دماني هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه لقول رسول كريم تبل دلا. قال مفسرين الآية تشير إلى أن القرآن بلغه محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كم دبسحوا رب دماني كريم إلو دماني وصفوهم إلو من تفسروا له. مغنياتو النبي عليه الصلاة والسلام لم ينشئه من نفسه بعلم زمصوا زيكونه بل هو من عند الله كاب ربي زم حلالفو زلو بجبريل زمصو إنه لقول رسول كريم إلو إذا آيازي رسول عليه الصلاة والسلام وين تقلتها يبلو. والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كابتن حتتات تحتي تازله أحكام الأضحية كومدماني شروط كابتي أحكام ناي أضحية كلاتهم مالت جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة انتهى مزبلو زي أضحية زي سنة مؤكدة للقادر عليها كالزلو نقحرد كابتي سنة مؤكد ويكره تركها للقادر نخألن كله كي حارد كترف كابتي مكروه يبلو. رأي الحنفية دما واجبة على القادر يوم تبلو ناي قدنيو كالزلو كحرد علو مخنياتو تحديث برواية ابن ماجه دلا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا زبولو حديث صحيح وسلا زبلو كإلت النهالو زي حارد أبزي مسجدنا أيقربنا زبل سلازلو ناي قدن كحرد علو يبلو. الأضحية طبعا كابتن دحردا الإبل والبقر والغنم ويجمل ويكبتي ويدماني تقلي بقيع ويبقيع ويتقلي خاله تحرد مالتيو. كابتي شروط قال علماء ذكروا 4 شروط لنا. أولا تحرد كبهيمة الأنعام كتكون اللوا ويجمل ويلام ويدماني تقل ويكا بقيع مالتيو. وربنا عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام سلزبلة بهيمة الأنعام إزي إنين مالتيو. قال أي شرط دماني إتا تحرد إتي عدمناتا النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنا إلهم إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن لهم.
بمعنى اتا تحردا انت دقا بقيع كوينا شدش تورحي بزو واحدة شدش تورحي زقبرت كتكون اللوا تقلت كوينا دماني عامت طبعا بس نانن كتفولت إيخا مالتيو كومو دماني لام تكوينا كلتا عامت قمل تكوين دماني حمشتا عامت زي كال أي شرط سالساي شرط دماني السلامة من العيوب المانعة تا تحردا عيب زلو عيوب زلوا قدلس زلوا كتكون يبلان عورة بين عورها مريضة بين مرضها عرجاء بين ضلعها مالت زعابرت كومو دمان وي عينا زنوقرت وي دماني حمام زلوا هزيلة كتكون يبلان مالتيو كابتي 4 لا تجوز في الأضحية زبلا برواية أبي داود دلو إذا شرط لنا مالتيو كمون كابتي الشرط الرابع تي أجدا سمالتي ذبحها في الوقت المحدد تحردا زلخا أبتو وقت خونا له وقت دماني من بعد صلاة العيد يوم النحر عيد عرفة صلاة مستسجدة بدحرو يختحرد دلوها دحر صلاة قدم صلاة التحريدة بقعتي أيقونة مالتيو معاسك يتميج الرشو انت دائلنا ينتهي غروب شمس ثالث أيام التشريق سالساي معلتي بمعنى قدامي معلتي انت دا عيد دحر صلاة جمير كازلو بدحريو سلسة معلتي كساب صلاة العصر دلو ازي وقت ناي ذبيحايو إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر إلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما في رواية البخاري إذا معلت إذا مجمر يعني جمرلو بصلاتي لهم بدحريو تباليسنا دماني نحرد لهم إذن تا وقت ناي حردو دحر صلاة العيد يقدم صلاة العيد انت دا تحريدا ويقدمي بحادة معلتي تا أضحية بقعتي ناي أضحية أي تقونين يا مالتي أب أيام التشريق دماني ألنا كم وينتي إذا حرد سب أن يكون مسلما أن يكون قادرا ماليا قدرة زلو مسلم كونا له كم وين أن يمتنع عن أخذ شيء من شعرها أو أظافره انت دا أنيا جيرو كابعتن عسرت مجمر يعني ذو الحجة زلوا كاب صفر يكون كاب صغرو كو قرز يبلون مالتي مخنياتو أب رواية مسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي حدث كبخاتكم كحرد انت دا أدليو فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا كاب صفرو يكون كاب صغرو كوسد يبلون زبل أب رواية مسلم زلو إذوين كابتي أحكام كمالا زلو والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.